أمن الغربية اختار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن استقبال مستشفى طنطا الجامعي جثمان شاب مصاب بعدة طعنات في البطن والصدر. وقد شهدت قرية شوني التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع شاب على يد شقيق خطيبته بعد ضبطهم في وضع غير شرعي، وقام بإصابته بعدة طعنات في البطن والصدر باستخدام سلاح أبيض سكين. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مركز شرطة طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقع. وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيق خطيبته لرفض الأخير الاستمرار في علاقتهم بالمجني عليه بعد ضبطها في وضع غير شرعي، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولكنه نفذ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي. وتم تحرير محضر بالواقع، واختارت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية